تعتبروا هذه التقنيه تحرير المشاعر هي اول تقنيه كتستعملوا مع جميع الناس؟ نقدروا نقولوا نعم. علاش؟ لانها هي تقنيه سهله، ما غتحتاج شي حاجه كثيره وكتعطي الفعاليه كبيره. احنا كيف ما قالت الزميله ديالي داروا عليها دراسات كثيره، والناس كاينين اطباء كيف ما الدكتوره اللي معنا كيخرجوها مثلا في الخارج، الناس كيخرجوها كيديروا دي بريسكريبسيون تقول ليه سير دير تقنيه تحرر النفسي اللي سميتها لو اف تي. لاله مريم، واش كتستعملوا التنويم الايحائي في هذه التقنيه كذلك ولا ماشي شرط؟ ماشي الشرط، هو ماشي الشرط، ولكن بعض المرات ملي كيجينا شخص عنده واحد الصدمه اللي معقده وما عرفش منين جاتو، واش الواحد ممكن انه يتوصل ويحط يديه على الحاجه اللي يعني الصدمه اللي عاشها وهو ما خداش باله منها بدون تنويم؟ بعض المرات كنسترجعوا كنتذكروا شي ذكريات اللي حنا كنا ناسينهم تماما، لان بحال كيف ما قلنا كنأكتيفيو دي سوفونير، كنأكتيفيو دي شوز ديال لو باسي وكيرجعوا لنا كتقول انا كنت ناسي هذا الموضوع، كيفاش شنو علاش رجع ليا دابا. دونك يكون عنده علاقه بالموضوع اللي حنا تنهضروا به، على حسب الحوار اللي تحاورنا في الاول، على حسب الموضوع اللي غنهضروا عليه، واش صدمه عاديه سامبل سهله ولا صدمه اللي معقده. الحصه اللي قلنا ديال تحرير المشاعر شحال الوقت ياخذ؟ الحصه كتاخذ ما بين 45 حتى لساعه. نعم، اللي فيها الحوار، اللي فيها كنحطوا لي بوين سور لي زي، كنحطوا النقط على فين كاين المشكل، هنا وكنبداو الحصه.